السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم غادي يكون على التحفه الفنيه اللي انا بالنسبه ليا من اهم المعسلات اللي خاصهم يكونوا ضروري في المائده الرمضانيه. اول حاجه غادي نبدا بها هي العقده ديال اللوز. خديت نص كيلو ديال اللوز اللي سلقته اولا كبيت عليه الماء طايب، فسختو وطحنته المره الاولى كامل، من بعد قسمته على جوج وكنزيد عليه جوج معالق حتى 3 كبار ديال السكر ومعلقه كبيره مطحونه مع حبيبات ديال المسكه الحره. كنطحنهم مزيان حتى كيتعلقوا. انا ما طحنش ليا مزيان ما تعلقش، فعاود طحنته في الماكينه ديال الاقامه. من الضروري انكم تطحنوه حتى يتعلق لكم مزيان. من بعد زدت عليه 2 معالق كبار ديال المزهر و3 المعالق كبار تقريبا ديال الزبده، من الاحسن تكون بحراره الغرفه. من بعد عجنته مزيان حتى كيتخلطوا لي المكونات كاملين. تقدروا الا ما تجمعش لكم اولا ما تعلقش لكم تزيدوا شويه ديال المزهر، ولكن غالبا راه كيكون معلق مزيان. من بعد كورتو كويرات صغار، كل وحده فيها تقريبا 12 غرام باش يجوني كلهم قياس واحد، حتى كنكمل الكميه كامله. من بعد كندوز الورقه، وهنا كيف دائما الورقه هي اخر حاجه كتجيبوها حتى كتوجدوا العقده ديالكم وصافي كتساليو. اخر حاجه هي الورقه باش كتكون سهله في الخدمه وما كتلقاوهاش ناشفه. اول حاجه خديت المقص حيدت ليها الجوانب ديالها اللي يكونوا ناشفين. من بعد قسمتها على 4 كيف كتشوفوا في الفيديو دابا، وغادي نديرهم تقدروا تسميوهم ميكرو انشات لانهم صغيورين بزاف. انا كيعجبني هذاك القياس باش كتجي زوينه في المائده الرمضانيه، ما كيجيوش كبار. من بعد غادي نديرهم كاملين في البلاستيك باش ما كينشفوش. كنجبد غير اللي كنخدم بها وداكشي الاخر كنرجعوا البلاستيك. من بعد درت الخليط ديال الماء والدقيق اللي طبعا انا كنت درت بزاف، راه يمكن كتحتاجوا غير النص ديالو تقريبا. وغادي نبدا نوجد في المحينشات. كناخذ الورقه في الاول كنحيدها من البلاستيك غير اللي غنخدم بها كيف قلت لكم، والاخر كنرجعو دائما باش ما كتنشفش. وكنبدا كناخذ العقده ديال اللوز، كناخذ كويره وكنديرها بحال هكا حريبلات، وكنبدا كنورو ليها في الورقه. ولكن ضروري ما خاصش يكون الفرق بين الورقه والعقده، يعني خاصها تكون مقاده معها مزيان باش ما كيكونش الفراغ وما كتفركعش لكم في الفران. وبالنسبه للطرف الاخير هو اللي كدهنوه بالخليط اللي درنا ديال الدقيق والماء باش كيتجمع ما كيتحلش لكم. ومن بعد كدوروها على شكل محينشه. كنظن انه كلشي موضح في الفيديو بلا ما نكثر الهضره. وفي الاخر هذاك الطرف الاخر حتى هو كديروا فيه الدقيق والماء وكترجعوه لتحت باش ما كيف قلت لكم باش كتكون مشدوده مزيان، يعني مجموعه مزيان. الا بانت لكم شويه ناشفه فكدهنوها بالزيت، ولكن ما تكثروش، غير كتمسحوها بصافي بالزيت. وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى غادي نكمل المحينشات كاملين. غادي نخليكم على فيديو تشوفوها ونتلاقاو ملي نكمل المحينشات. من بعد ما كنكمل الكميه كامله، من طبيعه الحال تقدروا تخليوها حتى النهار الاخر، يعني حتى كتنشف وكتقليوها ولا تدخلوها الفران ما غادي يكون حتى شي مشكل. من بعد دخلتها الفران على درجه حراره 160 تقريبا. انا كندير الفرفاره الفوق والتحت حتى كتحمر ليا مزيان. كندهنها قبل بالزبده ولا الزيت. انا كنفضل الزيت كيعطي تحميره زوينه بحال الا قليتوهم. من بعد ما غادي يتحمروا لكم مباشره غادي ديروهم في العسل باش كيشربوا العسل وهما سخان. الا بردوا ما كيبقاوش يشربوا العسل مزيان، ما كيدخلش لهم لداخل. كنخليهم في العسل تقريبا حتى لساعتين ولا 3 سوايع حتى كنتاكد بانهم شربوا مزيان. ومن بعد كنصفيهم وكنزينهم. تقدروا تزينوهم بالطريقه اللي بغيتو. انا درت فيهم اللوز افيلي والورد غير باش يعطي شويه ديال اللون. وهذا هو الشكل النهائي ديال المحينشات. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم
وكنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ديال اليوم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم. نتمنى ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديوهات جايين. خليتكم على خير.